في ملخص النهاردة هنشوف فاطمة بعد ما كانت مش مؤمنة بوجود الشيطان، وبسبب ذنب عملته هيظهر لها وهيخليها تغير رأيها بعد ما يحول حياتها لفيلم رعب. من غير رغي كتير يلا بينا نبدأ على طول. وبيبدأ فيلمنا في منطقة شعبية ما فيهاش مكان فاضي ومليانة بيوت، والشرطة موجودة هناك وعاملة كمين كبير عشان تقبض على عصابات المخدرات والأسلحة. وفجأة بيحصل ضرب نار من العصابة والشرطة بترد عليهم وبتحصل فوضى، ووسط الفوضى دي بنشوف شرطية اسمها كميلة بتطارد واحد من أفراد العصابة وبتحاول بكل جهدها تمسكه لغاية ما بيوصلوا للسطح، والمجرم بيفضل ينط من مكان لمكان وكميلة بتنط وراه، بس السقف بيقع بيها جوه شقة، والمكان اللي وقعت فيه عبارة عن دايرة مرسوم عليها رموز شيطانية، وقدامها مجموعة من الناس شكلهم يخوف وكانوا بيعملوا طقوس عبارة عن عبادة الشيطان، والزعيمة بتاعتهم مش من البشر لكن من عالم الجن. بتفرح جدا لما بتلاقي الشرطية وقعت في الدايرة وبتعتبرها هدية من ملك الشياطين اللي بيعبدوه، والهدية دي جات لهم في الوقت المناسب. زعيمة الطائفة واللي اسمها ألبينو بتبدأ تكمل طقوسها وبتقول شوية حاجات ملهاش لازمة وتعويذات، وطبعا كميلة كانت فاقدة وعيها من الوقعة اللي وقعتها وما تعرفش إنها هتبقى الضحية اللي هيستدعوا بيها الشيطان اللي بيعبدوه. وفي نهاية الطقوس بيولعوا في كل حاجة حتى في نفسهم، والزعيمة بتختفي بس أعضاء الطائفة بيموتوا، والشرطة بتقدر تنقذ كاميلا من المكان قبل ما تبقى رماد. محقق أنجلو زميل كاميلا بيسحبها وبينقلوها على المستشفى. كاميلا كانت حالتها خطرة و90% من جسمها اتحرق ودخلت العناية المركزة لغاية ما حالتها تستقر. وبنلاحظ إن العناية المركزة اللي هي فيها المرضى اللي حواليها بيموتوا. بنروح لمكان تاني بره المستشفى وبنشوف فاطمة زميلة كاميلا في شغلها، بس هي تخصص طب شرعي. المحقق أنجلو بيتصل بيها عشان في قضية جديدة، وهي بترد على التليفون بتشوف بنت نحيفة لابسة فستان أبيض ووشها شاحب جدا، ودي نفس الشخصية اللي شفناها تعمل الطقوس لما كاميلا وقعت في الدايرة. بعد ما فاطمة بتخلص المكالمة بتلاقي البنت دي اختفت. فاطمة مش بتهتم وبتروح لمكان الحادث وبتقابل زميلها أنجلو، وبتعرف إن الشخص الميت يبقى أب البنتين وهما اللي خلصوا عليه. والسكان بيقولوا إن البنتين دول فجأة تصرفاتهم بقت غريبة وكأنهم مسكونين، وفجأة خلصوا على أبوهم وقطعوه لحتت. فاطمة بتقول إيه اللي يخلي بنتين يعملوا كده في أقرب الناس ليهم، وبتقول أكيد المخدرات والفقر. والمحققين بيعتقدوا إن في حاجة غامضة في الموضوع، ممكن يكونوا عملوا كده بسبب إيمانهم بشيء معين، لأن الجيران سمعوهم وهم بيقولوا لازم نطهر الأرض ونطهر نفسنا. بعدين بيلاقوا كلام على الحيطة ورموز مكتوبة بالدم، بيعتقدوا إن الموضوع له علاقة بطائفة شيطانية، وبيلاقوا جثة الأب بتطلع دود مع إنه ما كملش يوم، يعني الجثة ملحقتش تتحلل، ودي حاجة غريبة بالنسبة لهم. بعدين الصحفي بيقول لفاطمة دي تالت حالة وفاة الشرطة أجبرته يصورها خلال 21 يوم، وفي حاجة غامضة ورا كل المجازر دي. فاطمة بتقوله إن المدينة دي غريبة، الناس جنونهم بيزيد فيها يوم عن يوم. تقوله الموضوع مجرد صدفة ومفيش حاجة غامضة زي ما انت بتقول، وانت خيالك واسع وبيهيألك كده عشان على طول بتصور مسرح الجريمة. نروح لكاميلا اللي صحيت من الغيبوبة ومعظم الحروق اللي في جسمها راحت، ودي حاجة غريبة. تفضل تنده على أي حد في المكان وبتلمح ظل أسود وطويل ماشي بره الباب، بتحاول تفتح الباب ومش بيتفتح. بعدين بتفك الشاش اللي على رقبتها وبنشوف ايد شيطانية بتحاول تمسكها، وهي بتحس بأشعريرة في كل جسمها، وبتسمع بنت صغيرة مع راجل بيلعبوا استغمية. تفتح الباب وبتتفزع لما بتشوف راجل شكله مرعب، والراجل ده بيفضل يضحك هو والبنت اللي معاه. بعدين بنشوف شخص لابس هدوم بيضة معدي وكاملة مش بتشوفه. بعدين بيظهر لها شوية ناس لابسين هدوم بيضة وملهمش أي ملامح زي أعضاء الطائفة اللي شافتهم لما وقعت جوه الدايرة. كاملة بتخاف وبتفضل تنده على أي حد يساعدها، وبعد كل ده بيطلع حلم لأن كاملة لسه في غيبوبة أصلا. بعدين بنشوف فاطمة وأنجلو بيتكلموا عن القضايا اللي بتورد عليهم كل يوم، وأنجلو بيقول لها إنه اتعود على مناظر الموتى اللي بيشوفها كل يوم وما بقاش يتأثر بيها. فاطمة بتقوله إنها بقت تتأثر من المناظر دي، وأنجلو بيقول لها إنه هيلم أغراض كاملة اللي في بيته ويحطها في غرفة التخزين لغاية ما يشوف لها صرفة عشان محتاج يفضي مساحة في بيته. من كلامه مع فاطمة بنعرف إن فاطمة متضايقة منه
لأنه بيحب واحدة تانية غير كميلة، عشان هو وكميلة كانوا بيحبوا بعض، كانوا ناويين يتجوزوا، بس هو خانها. فاطمة بتقول لأنجلو إنها مستغربة من حالة أم كميلة والحالة اللي بقت فيها بعد اللي حصل لبنتها، لأن أم كميلة دخلت في غيبوبة بعد حادث بنتها بسبب حزنها عليها. بعدين بنشوف أحلام فاطمة بتدخل في أحلام كميلة. كميلة بتحلم إنها في مكان غريب ومظلم، وبتشوف أمها اللي بتقول لها إنها وحشتها جدا وإنها بتحبها، وبعدين بتختفي. بعدين بيظهر مخلوق غريب وبيقول لها أمك معايا دلوقتي. في اللحظة دي كميلة بتفوق بعد غيبوبة 6 شهور، وأصدقائها مستغربين إنها صحيت لأن حالتها كانت حرجة جدا، وبيعرفوا إنها دلوقتي في حالة صدمة وهتستمر معاها 8 شهور وممكن سنة عقبال ما تفوق من الصدمة دي، واحتمال ما ترجعش زي الأول. الوقت اللي كاملة فاقت فيه أمها ماتت، وفاطمة وأنجلو بيعرفوا بكده، وكاملة بتستعد عشان تخرج من المستشفى، والممرضة بتشيلها الضمادات اللي كانت مغطية كل جسمها. كاملة وهي خارجة من ممر المستشفى بتفضل تبص على المكان، لأن ده نفس المكان اللي كانت بتشوفه في الحلم، حتى الرسومات هي نفسها، مع إنها دخلت المستشفى وهي فاقدة الوعي. بنفهم من كده إن روحها كانت بتتمشى في المستشفى وهي في الغيبوبة. بعدين فاطمة بتاخدها معاها لبيتها عشان تهتم بيها وترعاها، لأن فاطمة مش صديقتها وزميلتها في الشغل بس، لكن تبقى خطيبة خالها كمان. فاطمة بتخاف من نظراتها وطريقتها الغريبة. بعدين كميلة بتسأل على أمها وهي بتعرفها إنها ماتت، وبتبقى متأثرة جدا أكتر من كميلة، اللي بنلاحظ إن موت أمها مش فارق معاها أصلا. وبتسأل فاطمة عن ليلة الحادث، وفاطمة بتقولها كل حاجة بقت رماد، حتى الطائفة اللي كانت بتعمل نوع من طقوس التضحية بالنفس كلهم انتهوا. وكاملة بتسألها عن الزعيمة، بتقولها على مواصفاتها، وفاطمة بتفتكر نفس الست اللي شافتها للحظة وهي بتتكلم في التليفون، لأنها بنفس الوصف اللي كاملة بتقوله لها. وبتقول لكاملة ما كانش بين الطائفة الست اللي بتحكي عليها. بعدين كاملة بتحس إن في حاجة طابقة على نفسها، وبتسحب من بقها خصلة شعر بيضة وطويلة، وده نفس شعر الست اللي كانت بتتكلم عنها. وبالليل كاملة بتقوم من جنب فاطمة وبتبص في المراية وبتضحك لأنها تحت سيطرة الشيطان، وبيظهر وبيقف قدام فاطمة وبيسيطر عليها. بعدين بنشوف ايده على كتف كاملة، بعدين بيتحول لفاطمة. كاملة كانت في حالة من اللاوعي ومش حاسة بنفسها. وتاني يوم الصبح كاملة بتقول لفاطمة هي عايزة ترجع الشغل، وفاطمة بتقول لها على تعليمات الدكتور وإنه قال لازم تريح نفسها لفترة، بس كاملة بتصمم تروح معاها الشغل. ولما فاطمة بتطلع عشان تجيب لها هدوم تناسبها بنشوف الكيان اللي بيظهر لهم على طول، بس هي مش بتشوفه. بعدين بيركبوا العربية وبيوصلوا لمستشفى الأمراض العقلية اللي فيها البنتين اللي خلصوا على أبوهم. بتقول لكاميلا تفضل مستنياها في العربية لغاية ما تخلص مهمتها وتجيلها. فاطمة بتدخل المستشفى، والدكتورة بتقول لها إن البنتين لما جم حالتهم كانت صعبة جدا، وكان فيهم قوة غريبة لدرجة إنهم استعانوا ب5 أشخاص عشان يقدروا يمسكوهم ويخدروهم. وفاطمة بتقول لها إنها عايزاهم في حالة وعي عشان تقدر تتكلم معاهم. والدكتورة بتوريها غرفة البنت الكبيرة، وبعدين بيتفاجئوا بكاميلة دخلت المستشفى وبتقول إنها حست بالملل عشان كده جت. فاطمة بتتضايق منها عشان ما قعدتش في العربية زي ما قالت لها، وبتطلب منها تستناها في المكان ده. وبتروح تشوف الأخت الصغيرة، نلاحظ إن الغرف مبطنة بالسفنج عشان ما يأذوش نفسهم. وأثناء كلام فاطمة والدكتورة كاملة بتشوف الأخت الكبيرة بتضحك لها بطريقة غريبة، بتشوف الشيطان واقف ورا البنت وبيقول 3 مرات وهتعرف إن كنت مميز ولا لأ، والموت هو البداية. وبعدين بيخلص على البنت وهو بيضحك. ميلا بتحاول تنده عليهم بس صوتها متحاش من الصدمة، وبتروح تقف قدام غرفة الأخت الصغيرة، وبرضه بتشوفها وهي بتطلع عينها وتاكلها، نفس الشيطانة واقفة وراها. وهنا بنعرف إن الست اللي كاملة شافتها في أول الفيلم لما وقعت في الدايرة وكانت بتعتقد إنها زعيمة طائفة، هي مش زعيمة طائفة ولا حاجة، ولكن هي شيطانة اسمها ألبينو، بتظهر للناس وبتستحوذ عليهم عشان يخلصوا على اللي حواليهم وبعدين على نفسهم. دلوقتي فاطمة بتكلم الدكتور عن حالة كاملة اللي دخلت في صدمة،
وحبيبها بيجي وبيتخانق مع فاطمة عشان خدتها معاها المستشفى الأمراض العقلية، وبيقولها إنها هي السبب في حالتها، وهو هيروح شقته عشان يفضي مكان فيها وياخد كميلة معاه ويعتني بيها، لكن فاطمة هي اللي بتحاول تاخدها معاها البيت عشان تعتني بيها، والدكتور بيرفض وبيقولها إن كميلة في حالة صدمة ولازم تاخد علاج وترتاح، ومش بيوافق يخرجها غير لما حالتها تتحسن. بعدين بنشوف فاطمة خدت كميلة من غير ما حد يحس وودتها لمنزل عيلتها الكبيرة اللي في مكان بعيد عن المدينة، بتعتقد إن المكان ده هيساعدها على العلاج من الصدمات اللي حصلت لها. كميلة كانت نايمة في العربية، وفاطمة لما بتروح تفتح المنزل بتلاقي كميلة واقفة وراها وبتخضها، بتلاقي الكهرباء قطعة في المكان كله وبتحاول تصلحها. كاميلة بتاخد جولة في المكان وبتبص على اللوح بطريقة غريبة وتخوف إن الشيطانة ألبينو حضرت عليها دلوقتي، وبتروح تقف عند الدفاية وبإشارة واحدة من إيدها النار بتولع، ما هي شيطانة من جهنم، وبتفضل تعمل لها مساج في كتفها. أما فاطمة نزلت القبر وبتدور على لوحة المفاتيح عشان تفتح النور، وبنلاحظ إن أعضاء الطائفة في كل القبر بس فاطمة مش شايفاهم، وده نفس المكان اللي كميلة كانت بتحلم بأمها موجودة فيه وبتنده عليها. فاطمة بتلاقي لوحة مفاتيح الكهرباء وبتنور المكان. بعدين كاملة بتقول لها ليه ما قالتلهاش على المكان ده قبل كده، وفاطمة بتقول لها عشان المكان ده فيها فيه هي وعيلتها ذكريات وحشة، وعدى عليها 25 سنة من غير ما تيجي هنا، بس هي رجعت تاني عشانها هي، لأنها بتعتقد إن هدوء المكان هيساعدها على التعافي. ولما بيروحوا يناموا بتشوف الشيطانة ألبينو في حلمها وبتقول لها لازم تطهر نفسها من شكلها المرعب، بتصحى من الخوف. بعدين بتقول لفاطمة إن في حاجة حصلت في المنزل ده، وفاطمة بتعتقد إنها بتهلوس. بعدين فاطمة بتنزل المدينة عشان تشتري شوية مستلزمات. كاملة بتمارس رياضة الجري وبتحاول تعيش بهدوء في مكان خالي من الناس، بس في كل مكان بتروحه الشيطانة بتطاردها. وكاملة بتقعد شوية ترتاح في حديقة المنزل في مكان وراه بير، وألبينو بتظهر لها وبتسحبها لعمق البير، بس هي بتقاوم وبتقدر تطلع. فاطمة لما كانت بتسرح لها شعرها بتقول لها لو في حاجة مخبياها تقول لها وتفضفض، هي بتقول إن في كل مكان هتروحه تلاقيها، وتقصد ألبينو. فاطمة بتسيبها تنام وبتسمع صوت خبط في الدور الأرضي، تجيب المسدس وتنزل تراقب الوضع، مش بتلاقي أي حد. وبعدين بتلاحظ صور عائلية بتجمع عيلتها مع عيلة كميلة، تفتكر الماضي الأليم، وبنعرف كان عندها أخت اسمها نورية. بعد ما كانوا في تجمع عائلي وصوروا راحوا يلعبوا استغماية، ونورية فضلت تدور على فاطمة ومش لاقياها لغاية ما بتوصل عند البير، وبتفضل تنده على أي حد من أهلها عشان يجي وينقذ أختها، لأنها عمالة تعيط عليها وخايفة عليها جدا. بس في الوقت ده كان في عاصفة، فجأة فاطمة بتظهر وبتخضها، ومن الخوف والخضة نورية تقع في البير. فاطمة بتحاول تمسكها وتنده على أهلها بس من غير فايدة، فنورية بتقع في البير الغويط وبتموت، وبيفضلوا يدوروا عليها ومش بيلاقوا جثتها. وفاطمة ما بتقولش لحد إن هي السبب في وقوعها جوه البير. نرجع للحاضر، وفاطمة بتروح غرفة كميلة وبتلاحظ تغير في سلوكها، لأن الشيطانة اللي مستحوذة عليها بدأت تظهر نفسها من خلال جسد كميلة. فاطمة بتحاول تهديها وترجعها لطبيعتها، ولما ما بتلاقيش في فايدة بتخاف وبتخرج وتقفل عليها بالمفتاح. تتصل بأنجل وبتقوله على مكانها وبتبعتله الموقع حالا، وهي بتتصل بنلاحظ إن كميلة بتبص عليها. طب خرجت إزاي مع إن الباب مقفول بالمفتاح؟ شيطانة بقى بتقدر تطلع وتدخل في كل مكان. بعدين فاطمة بتحس بحركة كأن في حصنة بتجري في الدور اللي فوقيها، بتروح تجيب أي حاجة تدافع بيها عن نفسها، وبتلاقي كميلة بتكلمها. فاطمة بتقول لها خرجت ازاي؟ كميلة بتقول لها إن نورية بنت مسكينة، وزي ما عرفنا إن نورية تبقى أخت فاطمة اللي وقعت في البير وماتت. بعدين بتشاور لها على الشباك وبتقول لها إنهم جم عشانهم، وهي تقصد أعضاء الطائفة اللي موجودين في حديقة المنزل وبيعملوا حركة طقسية غريبة. كاملة بتقول لها في الأول هتحسي بالخوف ودي حاجة طبيعية، بس أنا هنا عشان أساعدك، عشان كل حاجة تكون سهلة بالنسبة لك. فاطمة بتضرب عليهم رصاص بس مفيش حد فيهم بيحصل له حاجة، وبتلاقي كميلة اختفت وبتسمع أصوات ناس بتقول إن نورية ما كانتش عايزة تلعب وكانت خايفة، والشيطانة ألبينو بتحاول تخوفها وتخلي ضميرها يأنبها، وبتسمع أصوات ضحك وبيبان المنزل بتفضل تقفل وتفتح لوحدها، والجو بيقلب لرعب.
وكاملة بتقول لها نورية وقعت في البير وما قلتش لأي حد إنها وقعت بسبب. فاطمة بتقول لها إنها مش السبب في موت أختها وده كان مجرد حادث. وفجأة بتلاقي الشيطانة ألبينو ظهرت لها وعمالة تضحك وتقلد صوت أختها الميتة، وبتقول لها كل كلمة نورية قالتها لها وهما بيلعبوا استغماية. وفاطمة بتتأثر وفي نفس الوقت بتستغرب لأن صوتها زيها بالظبط، بس بتحاول تخلص عليها والرصاص مش بيأثر فيها، فبتجري وبتدخل الأوضة وتقفل على نفسها، وألبينو بتفضل تنده عليها بصوت أختها. فجأة بتلاقي أنجيلو جه وبيسألها كنت بتحاولي تموتي مين؟ بتقوله مش هتقدر تشرح له دلوقتي ولازم يهربوا بسرعة من المكان. بيوصفها بالمريضة لأنه برضه متضايق منها وبيعتقد إنها هي السبب في الحالة اللي كاملة وصلت لها، وكان فاكر إنها خطفاها وعايزة تأذيها. جيلو بيسمع صوت كاملة بتنده عليه بتقوله ينقذها، بينزل لها القبو وبيلاقيها بتعيط. فاطمة بتقوله يبعد عنها لأنها مش طبيعية ومسكونة بشيطانة خطيرة، وكاميلة بتتمسكن عليه وبتحاول تستعطفه وبتقوله إنه وعدها ما يأذيهاش تاني وما يسيبهاش لوحدها لأنه كان بيحب عليها ويعرف واحدة غيرها. بيتهم فاطمة إنها على طول كانت سبب في فراقهم. ساعتها كاميلة بتضحك وشكلها بيتغير وبتقوله هتضحي بنفسك عشاني، وبعدين بتطلع قلبه في ايدها وفاطمة بتحاول تخلص عليها بس بتلاقي الرصاص خلص. كده فاطمة بقت محاصرة من ألبينو صديقتها كاميلة وأعضاء الطائفة، وألبينو بتظهر لها برضو وبتقلد صوت أختها وبتحاول تهرب، بس في كل مكان بتروحه بتلاقي كاميلة بتظهر لها وبعدها ألبينو. فاطمة بتسألها ايه اللي غيرك وايه اللي عملوه فيكي؟ كاملة بتقولها إنهم خلوها تفهم إن في مرحلة أحسن من الحياة يقدروا يصلحوا فيها أخطائهم ويطهروا أرواحهم من الذنوب. فجأة فاطمة بتحس بدوخة وبتظهر ألبينو هي والأعضاء بتقول لقد حان الوقت. كاميلة بتقول لها تروح معاهم ومفيش حاجة هتفرقهم. فألبينو بتنده على رئيس الشياطين اللي بتعبده بتردد تعويذات، وفاطمة بتفتح أنبوبة الغاز وبتودع كاميلة وبتحاول تفتح الباب بس الباب مقفول. ألبينو بتقول لكبير الشياطين يجي ويطهر فاطمة من ذنوبها. الشيطان بيقول لها بس كده من عينيا الاتنين وبيولع فيها هي أول واحدة. وتاني يوم الصبح الشرطة بتوصل وبتطلع الجثث بما فيهم كاميلة بعد ما انتهت، بس فاطمة ما ماتتش وحصل لها إصابات طفيفة وكانت في حالة صدمة والإسعاف بتاخدها للمستشفى. ومصور الشرطة بيقول لزميله إن كان في حد عايز ينتقم من فاطمة بسبب حاجة قديمة عملتها، وزميله بيقوله الكلام ده مش حقيقي واللي ارتكب الجرائم دي شوية مجانين ودي مجرد صدفة. المصور بيقوله دي مش مجرد صدفة، ولو صدفة ليه رقم 3 بيكرر في كل الجرائم اللي حصلت في الفترة الأخيرة؟ من كلامه بنعرف إن الشيطان هو سبب كل الجرائم اللي حصلت، وكل جريمة قتل بيعملها بيكون ضحاياها 3، إنه بيسخر من أي حاجة مقدسة زي الثالوث بس بطريقته هو وبيحاول يصنع لنفسه ثالوث من الموت. عشان كده في كل جريمة بيكون الضحايا 3 زي ما شفنا البنتين وأبوهم، وكمان الأصدقاء ال3 كاميلة وفاطمة وأنجلو، وبيشوف الذنوب والخطايا اللي عملوها وبيحاول يدخلهم منها وبيوهمهم إنه هيطهرهم منها بالموت، لكن هو في الحقيقة بيخليهم يرتكبوا ذنب أكبر وهو إنهم يخلصوا على أحب الناس ليهم بعدين على نفسهم زي ما حصل مع البنتين وأبوهم. بعدين المصور بيقول إن في ناس مش مؤمنة بوجود الشيطان ودول عندهم أزمة إيمان. زي كده فاطمة ما كانتش مصدقة كلامه في الأول وكانت ماشية بمبدأ أشوف بعيني عشان أصدق، وفعلا شافت. ودلوقتي فاطمة اللي كانت بتضحك على كلامه ومش مصدقة بوجود الشيطان هي دلوقتي اللي هتنفذ أوامره بالحرف بعد ما استحوذ عليها وسكن روحها وبقت وعقل الشيطان. دلوقتي هو بيدور على فريسة أو ضحايا تانية عن طريق فاطمة زي ما عمل مع كاميلة. والفيلم موضحش إجابة صريحة لسؤال مهم، والسؤال هو ليه الشيطانة ظهرت بنفس ملامح أخت فاطمة بس بشكل مرعب. لكن من تحليلي لأحداث الفيلم بستنتج إن نورية لما وقعت في البير وجثتها اختفت الشيطانة استغلت الفرصة دي واستحوذت على جسدها وسرقت ملامحها عشان تبقى البوابة من خلالها ومن خلال البير تقدر تدخل لعالم البشر.
وهي اختارت الملامح دي بالذات عشان تضعف فاطمة نفسيا وتسيطر عليها وعلى غيرها من خلال اللعب على ذكرياتهم المؤلمة وصدماتهم اللي مروا بيها خلال حياتهم، لأنها صيادة ذكريات. وكده بنوصل للنهاية، ولو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.